سوزي الأردنية طلعت قالت النبي صلى الله عليه وسلم على عيني وكل حاجة وعلى راسي وكل حاجة، بس هو كان تاجر لكن التعليم مهم. الكلمة دي على فكرة الناس كتير بتقولها، يعني هم بيربطوا بين ان النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب بين انه مش متعلم. في فرق شاسع بين الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا هو الذي علمه، ربنا عز وجل قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. يا سوزي لا، النبي كان متعلم، اكتر واحد متعلم في البشرية دي هو النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني يا جماعة، مش عايزين نرفع السيوف على سوزي، كل واحد بيتحاكم بفكره بعقليته. انا ما اقصدش اقلل منها ولا كذا، لكن هي بنت بسيطة، انا مش موافق على اللي هي بتعمله، لكن انا بتكلم على الموقف ده. بنت بسيطة محتاج ان احنا نعلمها، مش اللي احنا نكفرها ولا اللي احنا نهاجمها. لا، هي اخطأت، زلت لسان، هي مش عارفة، ونقول لها لا. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له وعلمك ما لم تكن تعلم. بس كده. يا ريت الفيديو ده يوصل لها. مع السلامة. انا الثانويه العامه كنت افشل انسان في الدنيا. الجزء الاول من حياتي انا كنت شخص مختلف تماما. جبت ايه يا عم علاء؟ جبت ملحق. كنت عايز اخش معهد الموسيقى العربيه، كنت طول حياتي عايز ابقى بغني، وكنت بالف الحان وبلعب جيتار وكده. رحت معهد الموسيقى، اقدم في معهد الموسيقى فرفضوني. رجعت اليوم ده في البيت عيطت. دخلت كليه تجاره فسقطت فيها. دخلت كليه تاني تربيه. انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي المذاكره، قعدت فيها 6 سنين. ربنا هداني والتزم. حفظت القرآن كله لوحدي، حفظت البخاري ومسلم، حافظ بفضل الله آلاف الأحاديث. وأنا متجوز وكنت شغال، قدمت في كلية دراسات إسلامية وعربية. جبت في ال4 سنين جيد جدا، وأول سنة جبت رقم 6 على الكلية من جملة 3000 واحد. كتاب ربنا ده محدش حفظني منه آية، حفظته كله عن ظهر قلب. دخلت امتحانات الأئمة، كنا 12 إمام في القاهرة بس نجح، كنت أنا واحد منهم. ايه بقول لك الكلام ده؟ ان مش معنى ان انت كنت فاشل جزء من حياتك انك هتفضل فاشل. لو عايز تنجح هتنجح، او حبيت المجال بتاعك هتنجح. وانا كان ربنا اللي اقبل في المعهد الموسيقى، كان زماني دلوقتي بغني. ربنا كان رايد لي مكان افضل، ان انا ابقى امام وخطيب. انا دلوقتي امام وخطيب ضمن الناس المؤثرين في الشباب. انت حتى ما جبتش الكلية اللي انت كنت متصورها وعايزها، ربنا مدخل لك حاجة افضل. انت فشلت، جبت 60%، جبت 50% في الثانوية، خلاص الدنيا دي مش اخرها. انت ممكن تنجح، لو عايز تنجح هتنجح، عايز تكمل هتكمل، لو عايز تتفوق هتتفوق. بقولك انا راجل، كل اللي انت مريت بيه انا مريت بيه واكتر. لنا عمل سهل ناخد بيه ثواب، حط مزيل عرق. والله العظيم مش بهزر. لو حطيت مزيل عرق في الصيف ده عشان تكتم ريحتك السيئة عن إخوانك وعن الناس اللي حواليك، تاخد ثواب. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب مصلانا هذا. يعني من ضمن الحاجات اللي تخليك ممكن ما تنزلش تصلي في المسجد وتحضر صلوات الجماعة، إنك تكون واكل توم أو بصل، لأن ريحتهم بتبقى صعبة. يعني مكروه شرعا إن أخوك يشم منك ريحة سيئة، ومستحب شرعا وتاخد ثواب لو أخوك شم منك ريحة طيبة. في الصيف ده ودرجة الحرارة النار دي، قبل ما تنزل خد دش، بعد كده حط مزيل عرق، وبعد كده رش كده ايه عطر جميل. انت لو عايز تاخد ثواب في الصيف ده في الحر ده، حاجة سهلة اهو، حط مزيل عرق. وقول للناس تحط مزيل عرق. الشيخ علاء ابراهيم بصراحه من اكثر الناس اللي يستحقوا يتشافوا على الابلكيشن ده. الراجل عنده ميزه نادره جدا، بيخلي الدين سهل، تحس انه بيكلمك كانه صاحبه من غير فوقيه ومن غير تعقيد، وبيشرح لك حاجات ممكن تكون انت شايفها صعبه بس تلاقيه قالها في جمله تضحكك وتفهمك. مش النوع اللي بيخوفك من ربنا، بالعكس بيحببك في ربنا. ولا هو اللي بيتعامل مع دين انه كآبه وعقاب طول الوقت، بيتكلم باخلاص وطريقه تخلي اي حد مهما كان بعيد يقرب. ولو بتدور على محتوى يخش قلبك من اول ثانيه ويخليك تكمل بقلب ابيض ومستفيد، تابع الشيخ علاء.